اما بالنسبه لمانشستر يونايتد ان هي خسرت 3-0، فانا عايز اقول لك حاجه، والله ما هتفلح فرقه قائدها ماجواير ومهاجمها مارسيال. يعني ازاي؟ وايه؟ والحبه اللعيبه اللي عندها لعيبه بقت كلها فاسده. يعني كان عندهم لعيب كده اسمه بول بوجبا دوت، مورينيو قال عليه فاسد. دلوقتي السبع ثمان لعيبه من الفرقه كلها بقت فاسده. يا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا، ودوت من أحسن الماتشات اللي ليفربول لعبها السنة دي في الدوري الإنجليزي. مش من حيث النتيجة، لا طبعا مش من حيث الأداء، بس من حيث النتائج اللي جت في الماتش دوت. هتقول لي ازاي؟ أقول لك ازاي. أنت عندك وأخيرا صدارة بالنسبة لليفربول من بعد الجولة 16. يعني هي لعبت 16 جولة عشان توصل لصدارة الدوري الإنجليزي. يعني الواحد نفسه اتقطع عشان يشوف ليفربول أخيرا في صدارة. أول حاجة بالنسبة لليفربول الصدارة المؤقتة. تاني حاجة بالنسبة لمحمد صلاح بقى. بالنسبة لمحمد صلاح، فمحمد صلاح جاب الهدف رقم 200 ليه مع ليفربول. انت متخيل الرقم؟ 200 هدف في ليفربول، منهم 148 او 149 في الدوري الانجليزي. ده رقم اسطوري. كانت مباراه حلوه من حيث النتائج اللي تلت الماتش. حيث بقى الاداء، في اداء زي الخرا. يعني انت عندك بص، نونيز سبحان الله، انت لو جيت تفكر لها كده، خروج نونيز، نزول محمد صلاح في المركز بتاعه اقل من 10 دقايق محمد صلاح جاب جون. سابوزلاي ونزيد اليت مكانه في المركز بتاعه فجاه جاب جون. انت متخيل؟ يعني اكيد دي مش صدفه. اكيد دي مش صدفه. يعني انت عندك سابوزلاي وعندك نونيز كانوا بيخروا النهارده. انت عندك نونيز 3 كور في اول ربع ساعه ولا اول ثلث ساعه، كل كوره باوفسايد. انت بتلعب في الاوفسايد بس ما تلعب مع الناس عادي، خليك على نفس الخط وبعد كده تقدم وروح حط جول. الكوره سهله، الكوره بسيطه. ليه اللي انت عمال تعمله ده؟ سابوزلاي النهارده انت مختفي. انا عمال ادور عليك. انا هو فين سابوزلاي؟ يعني اهو لمس الكوره اهو. سابوزلاي ونونيز كانوا عاملين عقم هجومي كبير قوي. ايه بقى الاكتر واحد عامل مصايب في الفرقه دي؟ الا وهو مين؟ ارنولد. الراجل بقت عيوبه اكبر من مميزاته. يعني زمان كان ليه مميزات كتير فشخ وكانت قليله قوي. دلوقتي الحاله اتقلب، يعني مميزاته اختفت وعيوبه بدات تظهر وبدات تزيد. طب ليه؟ انت النهارده عملت ضربه جزاء ملهاش اي 30 لازمه، خدت فجاه كسرت رجل المهاجم. طب ليه يا ابني؟ ما هي كده كده الكوره ميته، والله ميته. ليه بتعمل كده؟ استفدت ايه؟ ما استفدتش اي حاجه، وجبت على نفسك ضربه جزاء وعلى فرقتك وبقيت تلعب خسران 1-0. لولا ان هم اتصاب منهم واحد فجأة في نفس الدقيقة بعد ما اتصاب منهم واحد انت جبت الجون والدنيا مشيت معاك. طب ليه؟ فده كان كارثي من ثلاثة، نونيز، سابوزلاي، وارنولد. لكن ربنا يشاء ان الليلة تخلص حلوة. وحاجة أخيرة، اندو ما لعبش تاني النهارده تقريبا. لعبت نص الشوط. الشوط الأول انت كنت ضيعت فيه وقت. اندو في الارتكاز وحش. مش على الواحد مش عايز يقول الفاظ، بس هو وحش. ما تلعبش بيه لو سمحت تاني. الراجل ده تلعب بيه، لو هتلعب بيه فتلعب بيه كبديل، ما تلعبش بيه كاساسي. ولو هتلعب بيه كاساسي فتلعب بيه مثلا في كاس، يعني في حاجه كده بره الدوري الانجليزي. لك تتخيل ان حد مسك السيتي اللي هو حامل لقب الدوري الانجليزي، ومسك كمان الوصيف اللي هو الارسنال، واخدهم في الفيلا بارك في خلال 4 ايام. مش هقول لك بقى ان هو حد جامد زي مثلا الليفر ولا مانشستر يونايتد ولا تشيلسي، يعني حد كده من التقال بتوع الدوري الانجليزي. لا ده حد كده انت متوقعوش خالص. حد كده من منتصف جدول الترتيب اللي هو ايه، يعني ما كانش من المنتصف. تقريبا من سنتين ثلاثه كده الراجل كان هيهبط ونجا باعجوبه وكمل معاه في الدوري الانجليزي. النهارده بقى الثالث، يعني ما كانش منتصف في الدوري الانجليزي، ده بقى الثالث على بعد نقطه واحده بس من الثاني، وعلى بعد نقطتين من المركز الاول. يعني شكله هياخد الدوري الانجليزي في الاخر. استون فيلا معلم هو اللي عمل كل الكلام دوت. وفي حاجه كمان عملها خدمه كبيره فشخ ليفربول، اللي هو ايه؟ انا خليتك يا ستي، انت كنت صداره مؤقته، لا انا هخليك صداره على طول. عارف اوناي ايمري عمل ايه مع استون فيلا لحد دلوقتي؟ يعني انا مش مجمعها. وتحس كده وانا بقول الكلام ان الكلام مش متركب على بعض، الكلام مش منطقي، في حاجه غلط. انت بتتكلم على الدوري الانجليزي اللي هو الدوري الانجليزي بتاعنا يعني، ولا دوري انجليزي تاني؟ اوناي ايمري عمل اداء عالي قوي، لكن الارسنال ظبطها، جاب جون يا باشا وقفل دفاعاته ولعب لعب زي الفل. اكيد ماتشات زي ديت مين اللي هيبقى متالق؟ اكيد حارس المرمى اللي هو مين؟ ايميليانو مارتينيز. الراجل ده انا عمري ما حبيته، لكن كان هو السبب الرئيسي ان استون فيلا تاخد الثلاث نقط النهارده. بجد شابوه للراجل دوت. واخيرا الفيل بيعمل على فوق الشجره. اما بالنسبه لمانشستر يونايتد ان هي خسرت 3-0، فانا عايز اقول لك حاجه، والله ما هتفلح فرقه قائدها ماجواير ومهاجمها مارسيال. يعني ازاي؟ وايه؟ والحبه اللعيبه اللي عندها لعيبه بقت كلها فاسده. يعني كان عندهم لعيب كده اسمه بول بوجبا دوت، مورينيو قال عليه فاسد. دلوقتي السبع ثمان لعيبه من الفرقه كلها بقت فاسده. فالفرقه ديت عايزه تتطور وتجيب لعيبه جديده بمنتاليتي جديده لكن المدرب مش وحش، المدرب بتاعهم كويس، ولكن اللعيبه هي اللي بقت فاسده. خش على الدوري الاسباني، وريال مدريد النهارده اتعادلت 1-1 قدام مين؟ قدام ريال بيتيس. يعني واكيد بيلينجهام اللي عامل قلبان فراد الاسبان هو اللي جاب الجون. الراجل اللي عنده حس تهديفي غير طبيعي. انا ما شفتش حاسس تهديفي كده. واللي يعني ومستغرب ليه، لان الراجل اصلا مش مهاجم، الراجل خط نص. فانت ازاي بتعمل كل الاهداف ديت وانت اصلا خط نص
وانت في سن صغير جدا. يعني في لعيبه مهاجمين رقم 9 في انديه تقيله جدا مش بيعملوا نص الارقام اللي انت بتعملها ديت واسمهم مهاجمين، بالك انت خط نص. مش بس كده، ده انت عندك بيلينجهام وابراهيم دياز بقى عاملين ثنائيه جباره، ان الاثنين في تناغم رهيب مع بعض، فهيلعبوا كتير مع بعض. فانت هتلاقي بيلينجهام بيجيب في الماتش بدل جون ولا اتنين، هيخش في اتنين وتلاته، وشكله كده هياخد الحذاء الذهبي على اخر الموسم. بيتيس عملت ماتش تقيل قوي ومش غريبه، لان الفرقه ديت كويسه وبتلعب على ارضها وبتلعب قدام ريال مدريد اللي هي ايه، انا هطلع 150% من مجهودي. اللي كان متألق مين؟ ابن ريال مدريد. الراجل كان بيلعب في ريال مدريد، وهو النهارده كان بيلعب في ريال بيتيس وكان يفشخ ريال مدريد. كرة في العارضه في الدقيقه 90 ربك كرم وما دخلتش جون. تقريبا ريال مدريد ما كانش مركز قوي في الثلاث نقط دول، لانه عارف ان برشلونه هتقابل جيرونا، وجيرونا هي خلاص البابا بتاعت الدوري ده السنه دي. قال لك بص عادي، ان انا خسرت له نقطتين مش مشكله، بكره برشلونه هتخسر 3 نقط، بالميت هتخسر نقطتين يا عمي، دي جيرونا. فما كانش مركز قوي في ال3 نقط بتوع النهارده. بس كده، واخيرا ولا سخان، كان معاكم زيكا. ولو انت لسه مش عامل لي فولو اعمل لي فولو، ولو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب، لايك وشير والحاجات دي كلها. و